أظن واضح للجميع شكل الفريق الكارثي الفترة الأخيرة، وواضح برضو حجم النواقص اللي بيعاني منها الفريق، وده يرجع لفشل الإدارة فشل ذريع في استغلال فترة الانتقالات اللي فاتت واللي قبلها في تدعيم الفريق في المراكز اللي الفريق محتاجها بجد وبكواليتي لعيبة تيجي تشيل الفريق، مش عايزين اللي يشيلهم. ده غير برضو فشل الإدارة فشل ذريع في المحافظة على جوزيه جوميز اللي أخيرا عمل شكل للفريق وعمل هوية للفريق. لكن طبعا الإدارة نايمة في العسل ومقضينا تصريحات وبرامج ويقولوا لك جوزيه جوميز مواليد 100 عقبة وأخروا عليه شهرين من راتبه لحد ما طفش. لو مجلس إدارة الزمالك فيهم واحد بس عايز مصلحة الزمالك، لازم فترة الانتقالات اللي جاية يحصل فيها تدعيمات جذرية للفريق. أولا باك يمين أساسي مع عمر جابر، أساسي. عندك واحد زي الشيبي عقده بيخلص مع بيراميدز، تقدر تدخل تخلص فيه، هيأمن لك المركز ده ل5-6 سنين جايين. تاني حاجة الاستغناء عن الزناري والتدعيم بمساك قوي مع الموجودين. تالت حاجة تفعيل بند شراء بنتايك وما نسيبوش لحد آخر لحظة لحد ما يمشي ولا يجيله عقد من أي حتة. نيجي بقى لنص الملعب، لازم يتم التعاقد مع لعيب مركز 6 أساسي، لعيب بكواليتي يجي يلعب أساسي يشيل لك نص الملعب. الاعتماد على دونجا بس كارثه. اما نص الملعب فانت مش محتاج فيه تدعيمات على الاقل الفتره دي. عندك عبد الله السعيد، عندك محمد شحاته، مع رجوع احمد حمدي، مع وجود ناصر ماهر، فالمركز ده يعتبر مش محتاج تدعيمات. زيزو لازم يتم حسم ملف تجديد زيزو في اقرب وقت. تاني حاجه يتم الاستغناء عن الجزيري والتعاقد مع راس حربه اجنبي قوي يكون على الاقل معدله التهديفي اخر 3 سنين 20 هدف في الموسم. ما تروحش تدور لي على مهاجم فري. لازم يتم التعاقد مع مهاجم اجنبي قوي. نيجي بقى للونج الشمال اللي هو كارثه الكوارث. احنا يعتبر بنلعب بدون وينج شمال اصلا، اذا كان مش لاك ولا مصطفى شلبي. لازم يتم التعاقد مع وينج شمال قوي بنفس كواليتي بن شرقي او اعلى. دي الصفقات اللي لو الاداره فعلا عندها نيه ترجع الفريق لمساره الطبيعي ومسار المنافسه على البطولات لازم تتعاقد معاه.